السلام عليكم، اهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ لولي البحراوي. هنعمل النهارده نوع كده من الكيك سهل قوي وبسيط، ورغم انه بنفس مكونات الكيكه العاديه الا ان طعمها مميز جدا ومختلف قوي عن الكيكات اللي احنا عملناها قبل كده. وكمان بتطلع بقى مسامها ضيقه كده ومتماسكه وفي منتهى الروعه. انتوا الكيكه دي ان شاء الله يا جماعه ان شاء الله تعتمدوها، لانها من الكيكات السهله وبسيطه، متاخدش مننا ولا وقت ولا مجهود. مكونات موجوده كلها في البيت، اقتصاديه جدا، وفي شويه اضافات كده هنقولهم مع بعض في الفيديو هيخلوا الكيك ده يتنقل لحته تانية خالص، خليها حاجه كده مميزه قوي. بينا نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا وصفتنا السهله الحلوه دي نشوف هنكون محتاجين ليها ايه. بالنسبة طبعا القالب اللي انا عملت فيه الكيك ده طبعا استخدامه اختياري، احنا نقدر نعملها في اي قالب تاني، لكن هنشوف مع بعض في الفيديو ايه المقاس اللي مطلوب ليها عشان تطلع معانا مظبوطة. في الاول هنجيب بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، هنفضيهم مع بعض كده في البولة زي ما احنا شايفين بكل سهولة. بعدين هنضيف عليهم بقى 2 كيس كده من الفانيليا، او نص معلقة صغيرة من الفانيليا البودر، او معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة. كده ضفنا كيسين، هنبدأ بقى نقلبهم مع بعض كده، وبعدين نضيف الأول طبعا عليهم السكر، كوباية من السكر، وبالمضرب بقى أو في الخلاط. الخطوة دي طبعا اختياري بتاعة المضرب، نقدر نعملها برضو كده في الخلاط بكل سهولة. هنضرب البيض والسكر والفانيليا مع بعض حوالي دقيقتين 3 كده، لحد ما لون البيض بالسكر يبقى لونه فاتح زي ما احنا شايفين، وقوامه يبقى هش وخفيف. هضيف بقى هنا معلقة من عصير الليمون. انتوا عارفين زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده، انا بحب اضيف عصير الليمون للكيكات، هو او الخل، يعني بحب اجدد كده، مره نضيف خل مره نضيف عصير ليمون، بيخلي الكيك لونه فاتح وهش طبعا. خلاص كده ضربناهم مع بعض، هنبدا بقى نحضر دلوقتي قبل ما اضيف الدقيق هبدا احضر كوبايه من الحليب الدافي، وهضيف عليها 100 جرام من الزبده، يعني تقريبا نص كوباية كده من الزبدة. مش مهمة بقى ساقعة بدرجة حرارة المطبخ ايا كان، كده كده احنا هنسخنها كويس جدا جدا مع الحليب على النار. نجيب بقى الدقيق، حطينا الحليب بالزبدة يسخنوا على ما نضيف الدقيق ونبدأ نشتغل فيه برضو في الكيك على طول. الدقيق بقى هنضيف عليه كيس بيكنج باودر ورشة صغيرة من الملح، ونقلبهم مع بعض كده برضو بكل سهولة، وبعدين نبدأ نضيفهم على البيض والسكر اللي خفقناهم مع بعض دلوقتي. الاول طبعا هننخله، خطوة النخل دي مهمة جدا جدا في الكيكات بالذات، عشان بتخلي الدقيق كده يبقى فلافي والكيكة تطلع هشة كده ومرتفعة وجميلة. ولو نخلناه مرتين كمان يكون افضل، كل ما نخلنا الدقيق كل ما كانت الكيك بتاعتنا هشة وحلوة. نقلب برضو كده كل المكونات مع بعض في الاسباتيولا، وبعدين دلوقتي اللبن بيسخن طبعا بالزبدة، هنضيف اللبن مع الزبدة هما سخنين، اكتر من ان هما دافيين شوية، لا هما سخنين. وخطوة تسخين اللبن طبعا بتفرق قوي في نتيجة الكيك بتاعنا. نضربهم برضو كده حوالي دقيقتين 3 بالمضرب الكهرباء، او بالمضرب السلك اليدوي العادي لو مش متوفر مضرب كهرباء. هي متاخدش برضو ولا وقت ولا بتحتاج مننا مجهود، يعني من المضرب السلك ده المضرب الكهرباء ده مجرد انه موجود فانا استخدمته مش اكتر من كده يعني، لكن هو مش اساسي. كده كده الكيك بتاعنا ده حتى لما بعملها بالمضرب اليدوي العادي بتطلع برضو هشة ومرتفعة وفي منتهى الجمال. انا بس علشان اسهل الدنيا على نفسي شوية. طبعا في الوقت اللي احنا شغالين فيه في الكيك مشغلين الفرن على درجة حرارة 180، هندخل الكيك ده الفرن في الرف اللي في النص، صبنا كده في القالب ده، او اي قالب مقاسه 22 او مقاس 20، ما يزيدش عن 22، لان زي ما انتم شايفين احنا ضايفين 200 جرام دقيق، طبعا ده مش كتير، كمية مش كبيرة، ف عشان تكون كمية الكيك مناسبة لحجم القالب اللي هنستخدمه فيه. نخبطها مرتين 3 كده على الرخام عشان نخرج اي هواء موجود فيها،
وهنمشي جواها برضو بالخله كده علشان نخلي مسامها تطلع ضيقه وحلوه. دخلت الفرن حوالي 25 ل30 دقيقه، خرجت معانا بالشكل الحلو اللي احنا شايفينه ده، مرتفعه وهشه ومستويه وكل حاجه. وهنختبر سواها دايما يا جماعه، نختبر سوا الكيك باننا نغرز فيها خله كده في نص الكيك، مش من على الحروف كده كده بتستوي بسرعه، لكن اللي يخلينا نطمن ان الكيكه استوت كويس قوي ان احنا نختبرها من النص. الخطوه دي بقى مهمه وحلوه وبتدي طعم حلو قوي، بتدي اضافه حلوه جدا للكيك وبتميزها عن كيكات تانية كتير. معلقتين كبار كده من المربى دي بقى اي نوع انتوا بتفضلوه، مربى مشمش، مربى تين، مربى فراوله. انا استخدمت هنا مربى فراوله لانها كانت اصلا برضو موجوده عندي، فاي نوع مربى انتوا بتحبوه تقدروا تستخدموه. معلقتين كده من المربى، والكيك لسه دافي مش سخن قوي، يا دوب لسه دافيه كده، وهنمشي بيها كده بالشكل السهل البسيط اللي احنا شايفينه ده. بصوا يا جماعه، يعني انتوا حبوا الحاجه وانتوا بتعملوها هتطلع حلوه جدا. اعرفي كده لما بتدخلي تعملي وصفه وانتي حباها بجد بتطلع حلوه معاكي قوي، غير ما تعمليها وانتي بقى ايه مضطره او متضايقه، يعني ما بتبقاش احسن حاجه بصراحه حتى معانا كمان يعني. شويه بقى من المكسرات، اي نوع مكسرات موجود عندك. انا عندي دول حوالي معلقتين كبار كده من السوداني المحمص، يا دوب جرشته كده باي حاجه بقى موجوده في البيت، دقيه كده بايد الهون حتى كده خبطتين صغيرين كده هيتكسر ويبقى مجروش معاكي ويبقى بالشكل الحلو ده. واضافه السوداني هنا بتدي طعم خطير خطير للكيك ده، وحقيقي بينقلها في حته تانية خالص. لكن طبعا اللي ما بيحبش السوداني يقدر ما يضيفوش او يضيف بديله اي حاجه تانية انتوا حابينها. ممكن نضيف عليها جوز الهند، بتبقى برضو تحفه بجوز الهند. ممكن ناكلها ساده، لكن طبعا هي عشان كميه السكر اللي فيها اصلا مش كبيره، فاضافه المربى على الوش، او ممكن نضيف عسل اللي هو الشربات الشيره، ممكن نضيف برضو شويه شربات لو مش عايزين مربى او لو مش متاح عندنا مربى. فزي ما بقول لكم هي علشان ما فيهاش سكر كتير، فيفضل ان احنا برضو ايه نمسح الوش كده باي حاجه تبقى مسكره خفيف زي المربى او كده. بصوا بقى تفاصيلها كده حقيقي حلوة جدا جدا، هتعجبكم قوي وهتتحضر في 10 دقايق مش اكتر من كده. يا جماعة جربوا بنفسكم وانتوا هتشوفوا هتتأكدوا من اللي انا بقوله. طعمها بقى في منتهى الجمال. بصوا كده، بصوا بجد، انتوا الكيكات في البيت هتعملوها ان شاء الله بعد الوصفات اللي احنا بنعملها مع بعض دي، هتعملوا كيكات ما حصلتش، يعني كيكات الكل هيشكركم عليها. وبكده تكون خلصت وصفتنا للنهاردة. اتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة بقى ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واشوفكم فيديو جديد على خير، والسلام عليكم.